دائما بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المظفرة، نظمت مراكز بحث ودراسات وطنية ومؤسسات إعلامية وبحضور ضيوف شرف من تونس، مصر، اليمن، جلسة موضوعاتية حول قضية الصحراء المغربية. المزيد مع السالك بوجدور وصالح رقيبي. روح المسيرة الخضراء محطة خالدة تجدد مواصلة التعبئة والترفع للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. محور الجلسة الموضوعاتية التي يبحث خلال ثلة من الأكاديميين والباحثين والفاعلين المدنيين ما تحقق على ضوء المكتسبات والمنجزات في القضية الوطنية الأولى. بعد مرور 47 سنة تبقى الراهنية متجددة، وتنتقل هذه الأفكار من جيل إلى جيل، وبالتالي هذه الروح هي التي اليوم تنعكس في تحقيق الكثير من المنجزات والمكاسب، سواء على المستوى الدبلوماسي أو على المستوى التنموي. وأيضا أعتبر بأنه دروس المستخلصة من المسيرة الخضراء ينبغي الوقوف عليها اليوم بشكل واضح، خاصة فيما يتعلق بالدرس المتعلق برص الصفوف بالصف الوطني الموحد والإجماع الوطني الذي دعا إليه جلالة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله، ويدعو إليه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في كل مناسبة، وخاصة في هذه الظرفية التي تعرف بيئة مطبوعة بالتعقيد. اللقاء هو اخترنا له جانب. لدينا مجموعة من ضيوف جاءوا من تونس، ضيوف من مصر، ضيوف من اليمن، فاخترنا أن تكون هناك أمامهم شهادات حول هذا الحدث الذي عشناه منذ سنة 1975، حدث المسيرة الخضراء. يجب أن نقدم أمامهم شهادات لأن هذا الحدث عشناه ونحن صغار. يجب أن ينتقل إلى تجارب أخرى، بمعنى أن تعرف ما عشنا هذه الملحمة. سنذكر شهادات بمعنى ماذا عشنا في سنة 1975، كيف كان حدث المسيرة الخضراء وكنا أطفال آنذاك ندرس في المدرسة الابتدائية، كيف عشنا هذه المسألة، كيف كانت هناك تعبئة كبيرة على مستوى المجتمع، وكيف يستمر هذا الحدث الذي هو الآن أحد معالم الذاكرة المغربية في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. المسيرة الخضراء وما تحمله من أبعاد ومعان ودلالات وطنية تجدد التلاحم بين العرش والشعب في لحظة تاريخية ذودا عن المصالح العليا للمملكة وتثمينا لأدوار كل مكونات الوطن في صون المقدسات. أنهينا الآن مشروعية الصحراء المغربية، والخطاب الملكي الأخير كان واضحا أن قضية الصحراء غير خاضعة لأي تفاوض، فتدخلي سيكون محاولة لربط التاريخ مع الجغرافيا، مع التنمية، ومع الرهانات المستقبلية. الحمد لله أعتقد أن القرار الأخير لمجلس الأمن 26/54 حسم في الأمر، وأكد على أن مشروع الحكم الذاتي يبقى هو الممكن لحل هذا النزاع، والأساسي هو أن السلوكات تحركات الجزائر تثبت بأنها طرفا أساسيا في هذا النزاع المفتعل. الجلسة الموضوعاتية أثث نقاشها فاعلون مدنيون من بعض الدول العربية الشقيقة، شكلت فرصة للتعرف عن قرب والوقوف على مستويات الحياة والتطور اللذين تنعم بهما الأقاليم الجنوبية، خاصة مدينة العيون، فليس من رأى كمن سمع. جئنا لنشارك أخواننا المغاربة في أفراحهم بذكرى المسيرة الخضراء التي مثلت عبقرية الملك الحسن الثاني. جئنا هنا بين أهلنا وإخواننا مؤكدين على موقف أخلاقي، موقف إسلامي، موقف يعني طبيعي جدا أننا مع وحدة التراب العربي والمغربي وأي دولة عربية، لا نرضى بالتقسيم. أنا يمني أعاني من التقسيم في بلدي، وأدري ما هي ويلات التقسيم وماذا يعني، وأن هناك تآمر على تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ. لذلك كان له موقف صريح وواضح بمغربية الصحراء، ورفض أي محاولة لفصل الصحراء عن مغربها أو المغرب عن صحرائه. فكرة التقسيم ما فيش أي مواطن عربي يقبل بتقسيم أي دولة عربية، وإحنا ضد أي تقسيم أي دولة عربية. بالنسبة لزيارتنا في للمغرب دي كانت أول مرة، ويعني إحنا فوجئنا
يعني على معلوماتنا ان المغرب زيها زي بعض الدول العربيه مفيش اي بنيه تحتيه او كده. فبصراحه انبهرنا بالبنيه التحتيه اللي شفناها في المغرب في كل المدن اللي زرناها. انا شخصيا بالنسبه لمدينه العيون كان في مفهومي لغايه امبارح بلين صحراء، مجرد صحراء، شويه بيوت في الصحراء، اكواخ او كده. لكن انبهرت لما لقيت مدينه كامله متكامله، مدينة حديثة، بنية تحتية. بنسمع كتير عن المغرب وقد ايه المغرب جميلة، بس طبعا اللي سمع غير اللي شاف. لما جينا طبعا احنا يشرفنا ان احنا نبقى موجودين في الاحتفالية العظيمة دي، مرور 47 سنة على المسيرة الخضراء. وزي ما قال اخونا حمو، احنا حسينا حب المغاربة وقد ايه هم شعب جميل ومضياف ومش عارفين نقول ايه من الحفاوه اللي احنا شايفينها. دي حقيقه يعني. يأتي تنظيم هذه الجلسة الموضوعاتية ضمن سياق الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، وفي أعقاب المكاسب والرهانات التي حققتها المملكة على مستوى قضية الصحراء المغربية.